السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نحضر معكم واحد البيتزا اللي تتجي بحال ديال المطاعم وتتجي غنصايبها بواحد لاصوص اللي هي بيضه، ماشي لاصوص الحمراء اللي مولفين. دابا غادي ندير معكم نقول لكم المقادير ديال العجين. هو الاول عندي هنايا 4 الكيسان ديال العنبه ديال الفرص، اي ما يعادل نص كيلو. وعندي تقريبا 4 كاس ديال الفينو، والخميره تقريبا معلقه كبيره مع مراش ديال، المهم الخميره راه يكون ميزانكم على حسب الجو. غادي ندير عندي السنيده معلقه صغيره ونص، والملح القياس، وجوج معالق ديال زيت العود. غادي ندير السنيده والماء دافي. غادي ندير السنيده هنايا من فوق الخميره. غادي نخوي شويه ديال الماء صافي، غنخليها غير تتفاعل واحد شويه، وغادي نزيد الزيت. كلشي غنديرو دقه وحده. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش، قلت جوج معالق ديال الزيت، درت تقريبا جوج ونص. دابا غادي نخلط كلشي. العجينه غادي تكون ما قاصحه، ما رطبه ومبلوكه مزيان. غادي نجمعها في هذا البول هذا. ملي غنجمعها غادي نحيدها نحطها فوق البوطاجي وندلكها مزيان. وهنا غادي نوريكم القوام ديالها وكيفاش غتكون من بعد ما جمعت العجينه تتجي على هذا الشكل هذا. حيدتها من البول ودرتها هنايا باش ندلكها. هي راه العجينه ديال البيتزا تتبغي تدليك مزيان، غندلكها مزيان تيولي الملمس ديالها ملس. هذا البلاطو هذا رشيت فيه الطحين، لحقاش غادي ندير منها نشكل منها 3 ديال الكرات، وغادي نخليهم يرتاحوا. عاد ديك الساعه غنخبزهم حتى يرتاحوا مزيان، عاد نخبزهم باش نعمرهم بالحشوه ديالنا وندخلهم للفران. صافي هي من بعد ما دلكتها كيفاش تتولي ملسه. غادي نحاول نشكلها على 3 ديال القطع، 3 ديال الكرات، 3 ديال البيتزات كبار، وغادي نحطهم. شفتوا العجينه راها قاصحه ومرخوفه في نفس الوقت وما تتلصقش. غادي نحطها هنا، غادي نقص شويه. ما درتهمش مقادين ولكن معليش على حساب لي مول ديالي نيت. غادي ندير واحد كبير وواحد متوسط، جوج متوسطين. صافي دابا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها حتى تخمر. عاد هذيك الساعه غادي نسرحها في اللاطه. نوريكم الطريقه كيفاش نسرحها انا. العجينه ها هي درتها تتخمر، ها هي. وبالنسبه لاصوص غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب، فيه معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، جوج مكعبات ديال الفرماج. ديروا اي نوع، تقدروا ديروا مثلثات الى عندكم. ماما ربحت جائزه في مسابقه جيد بصح. ها هي. شوفوا معايا ولدي جا دابا، ما غاديش نقطع الفيديو، غنخلي هادشي كيف ما هو. ربح كان شارك في واحد المسابقه ديال التجويد في المسجد وربح جائزه. ياسر فهد فؤاد تقدم فائز الشكر والتقديم لمشارك فهد غنام لمشاركته المميزه في مسابقه حفظ وتجويد القرآن الكريم، فهنيئا لك الحفظ والتميز. سائلين الله ان يمن عليك بختم كتابه والعمل الصالح. والله الا ولدي فرحتيني، الله يفرحك، تبارك الله ما شاء الله. من بعد ما قال لي ولدي ربحت في مسابقه التجويد، ما عرفتش شنو شنو قلت وشنو اللي مازال ما قلتش. درت نص لتر ديال الحليب، فيه جوج مكعبات ديال الفرماج مربع، تقدروا ديروا المثلث. فيه معلقه كبيره ديال النشا، وعندنا معلقه كبيره ديال الزبده، لاصوص بيشاميل، لاصوص بيشاميل نيت، وشويه ديال الملحه، وواحد الفص ديال الثومه، وشويه ديال البزار. غادي نطحن هادشي هذا كله في مولينكس، وغادي نخويه في كاسرونه، وغادي نخليه مع التحراك على عافيه متوسطه حتى يعقد. ما بغيناش يعقد بزاف. انا غنوريكم القوام ديالو كيفاش داير. بالنسبه لافارس اللي غادي ندير في وحده من البيتزات، غادي ندير فيها شويه من صدر الدجاج قطعته بحال هكا، قلت هكا تقريبا، وواحد الفلفله، ماشي فلفله كامله، غير نص فلفله، وشويه ديال الزيتون محيد ليه العظم، وعندي الزعتر والبزار والملحه. غادي ندير المقيله فوق البوطه حتى تسخن مزيان. عاد غادي نلوح فيها هاد الزيتون، هاد الدجاج عفوا، وغادي نلوح هاد البزار والملحه والزعتر، غير يتشحر مزيان وينشف غادي نحيدو. وبالنسبه للاصوص
هذا هو القوام ديالها، تكونش قاصحه بزاف، وراه ممكن نصايبوا منها البيتزا وراه تبقى في الثلاجه في قريعه ديال الدجاج حتى السيمانه تقريبا. صافي دابا درت هنايا شويه ديال الفرز وواحد المعلقه ديال الفينو باش نقرص باش نخبز هذيك البيتزا. هذه الخشبه ديال ممكن ديروا باش تلوحوا الخبز، اللوح ديال الفران. انا درت هذه الخشبه هذه باش نقلب الحرشه، الحرشه هي اللي غنستعمل. والدجاج من بعد ما طاب ها هو كيفاش ولا. وعندي هنا زيتون محيد ليه العظم والفلفله. واللاطه فاش غادي ندير هذه، فاش غادي نلوح البيتزا راه خصها تكون سخونه، رانا مدخلاها للفران تتسخن. يعني من هاد الخشبه هذه غادي نلوحها نيشان وهي عامره في اللاطه. نبقى على هذا الشكل هذا حتى نخبزها. صافي دابا لاباط ها هي خبزتها، غادي نجرب واش لاصقه ولا ما لاصقاش، عاد غنعمرها. الا كانت لاصقه غتهزوها ديروا شويه ديال الطحين باش ما تلصق لكمش في الخشبه. غادي ندير لاصوص. عرفتوا تتجي زوينه بزاف بهاد لاصوص بلونش، والله انا بعدا تتعجبني، حسن من لاصوص المعتاده اللي موالفين، حسن من لاصوص طوماط يعني. غادي ندير لاصوص بحال هكا، نوزعها كامله على لاباط. غادي ندير فرماج، هو نورمالمون الموتزاريلا هي اللي تتكون مع تدار مع هذا مع البيتزا، انا ما عنديش. المهم الفرماج اللي كاين غادي نستعملوه. غادي ندير مكعبات ديال الدجاج. وها هي البيتزا من بعد ما عمرتها غادي نديرها في اللاطه، راها سخونه. بحال هكا. المهم درت لاصوص البيضه، درت من فوقها دوك الطريفات ديال الدجاج، ودرت الفلفله خضراء مقطعه على هذا الشكل، ودرت الزيتون الكحل، ودرت شويه الفرماج زدتو من الفوق. غندخلها دابا الفرن. وها هي البيتزا من بعد ما طابت، هذه اللي درت بالدجاج، وهذه درتها بالطون والشامبينيون. تندهن ليها الجناب ديالها بالزيت العود هكا. هذيك ديال الدجاج رانا دهنتها من قبل، غنزيدها شويه وصافي. هذه هي البيتزا ديالنا. شوفوها كي تجي، والله البنات هي تجي زوينه بزاف. هانتوما ونتمنى يعجبكم الفيديو وبسلامه.